السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غندير واحد الكيكه بالكراميل، المذاق ديال الكراميل. كما كتشوفوا معايا بديت بالبيض. درت 3 ديال البيضات في هذه الكيكه، كتجي هشيشه وزوينه. الناس اللي كيعجبهم الكراميل فهذا احسن اختيار. 3 ديال البيضات وكيس ديال الفاني. غنضيف 5 ديال المعالق ديال السكر، غنبداو نخلطو. ما غنحتاجوش الخلاط الكهربائي، غنكتفيو بالخلاط اليدوي. هنا غنزيد كاس ديال الزيت، غنبقى نضيف شويه بشويه، كاس عامر ديال العنبه، غنبقى نضيف شويه بشويه مع التخلاط وحتى نكملو. هنا غنضيفو ضانيت وحده ديال الكراميل، ضروريه في الكيك، هي اللي غتعطي داك لوغو ديال الكراميل في الكيكه. غنخلطو مزيان. هنا غنبداو نزيدو في الدقيق شويه بشويه حتى يتجنس لينا الخليط ويتقال. غيتقال شي شويه، غنوقفو الطحين، ما نبقاوش نزيدو. هنا غنزيد 2 ديال الخمارات، هنا زدت واحد الكميه ديال الطحين كتبقات ليا، وباش يتجانس لينا الخليط مزيان. كما كتشوفوا معايا خاص القوام يكون بحال هكا، ما خفيف ما ثقيل بزاف. اخر حاجه غنزيدها هي هاد الفلون هذا من هاد الكراميل، غيشكل لينا فرق كبير في المذاق. غنخلطو مزيان كلشي. دابا غيكون الخليط ديالنا جاهز باش ندخلوه للفران. غنكبوه في واحد البول اللي دهنته بالزبده والدقيق ورشيته بالدقيق. هنا غنكبوا الخليط ديالنا، هنا غندخلوها للفران على درجه حراره 180 درجه. غنحطوها من التحت ومن بعد غنطلعوها للفوق. كما كتشوفوا معايا دابا خرجتها كما خرجت الكيكه ديالي، كتشوفوها معايا. زينتها بشويه ديال الكراميل وشويه ديال الكركاع. جات فنه، جات زوينه بزاف وهشيشه. نتمنى تجربوها، وشكرا لكم على المشاهده ديالكم لهذه القناه، شكرا لمتابعتكم لهذه القناه. شوفوا كي جات رطبه بزاف بزاف. غنقطعوها دابا.
شو كي دايره من الداخل. واحد الطعم فيها كنت نتمنى تجربوها، واعره بزاف، واعره.